السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد الحلويات بمناسبة ان شاء الله ديال العيد. بالنسبة للحلويات اللي غنحضر معكم بساط بزاف، وكذلك حتى في متناول الجميع. وان شاء الله ماشي انا اللي غادي نحضر معكم، غتحضر معكم مع كوستي، حيت حنا صراحة ماشي ما كاينينش في الدار، كاينين في الدار ديالهم القديمة. وقلت علاش البنات اللي ما رافقش معكم هذا الفيديوهات اللي غادي نلوح ان شاء الله. وكذلك بالنسبه للمقادير، ماشي انا اللي غادي يعني ماشي انا غادي نحضر معكم الحلوى، فقط انا غنقول لكم المقادير في نفس الوقت هي كتخدم، وانا كنقول لكم المقادير وما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. وكذلك ما تنساونيش ديروا لي جيم الفيديو، واللي اول مره كتشوف القناه ديالي تدعمني اكثر وديري لي اشتراك والجرس باش توصل كل جديد، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. ونبداو ان شاء الله على بركه الله في طريقه التحضير والمقادير نفس الوقت. قلت لكم هنايا غادي نديرو 8 البيضات. بالنسبه لبنات البيض يكون خارج قبل من الثلاجه الا كنتو دايرينه في الثلاجه. المهم دابا البنات غادي نبدا كندير معكم غندير معكم هي المقادير نفس الوقت انا غنقولها لكم. اني صراحه المقادير بساط ان شاء الله غتوجدوهم. نتوما كيشتو معايا هنا البنات 8 ديال البيضات. وبالنسبه للبنات هنايا غادي نديرو 2 كيلو ديال الفقاس. تقدروا البنات يعني غادي تنقصوا الكميه اللي كنتو غديروا كيلو، غتكتفيو فقط بنفس الكميه ديال البيض، يعني غديروا غير 4 الكيسان. وعندي هنا البنات 4 الكيسان ديال سنيده اللي غادي ديرهم دابا. وبالنسبه كي قلت لكم كذلك حتى نصف ديال سنيده غتكتفيو في كيلو 2 كيسان ديال سنيده. وغادي تخلط مزيان البيض البنات مع سنيده حتى تذوب لنا سنيده مزيان. وهنايا غادي نخليها حتى تخلط البيض مزيان مع سنيده ونعاود نرجع معكم. وهنايا البنات من بعد ما خلطت مزيان البيض مع سنيده غادي نديرو 4 ديال الفاني كي شفتوا معايا. الخمارات بيان سور حتى كنبغي نديرو الدقيق عاد غادي نديرو. يعني صراحه انا بغيت نخلي الصوت هي اللي تقول لكم المقادير، عندي صداع داكشي علاش قلت ماشي مشكل انا غنصور ومن بعد نقول لكم المقادير يعني بشفويين هكا كي شفتوا معايا. صافي هنا البنات غادي نبدا كنزيد الدقيق، عفوا غنزيد الزيت، يعني دار حتى الزيت 4 الكيسان ديال الزيت. هنا كي قلت لكم البنات راه تقدروا ديروا نفس الكميه ديال الفقاس فيها بالزيت، يعني نفس الكميه 2 كيسان ديال الزيت و2 كيسان ديال سنيده، وكذلك 4 البيضات اللي غنحتاجو في يعني في الخليط في الاول. صافي هنا من بعد ما خلط البنات الزيت حتى هي غنضيف دابا انا الدقيق، حيت دابا هي خدامه بيديا انا اللي كنزيد لها الدقيق. وغادي ندير الخماره 4. نعاود البنات نزيد الدقيق. بالنسبه للبنات الدقيق تيبقى على حسب الخليط، كاين البنات الدقيق اللي كيشرب دغيا وكان كتكون الكميه ديالو قليله اللي كندخلوها في الخليط، وكاين ثاني اكثر اللي كيتطلب لنا اكثر الدقيق بزاف لاننا كنبغي نخلطوه مع البيض والسوائل كي شفتوا معايا. صافي هنايا غادي نخليها حتى تجمع العجين تقريبا ماكسيموم البنات. هنايا درت 5 ديال الزلايف، يعني الزلايف ديال الحريره درت 5 زلايف ديال الدقيق بالنسبه للبنات اللي غايبيو العبار، ولكن كي قلت لكم كتبقى نوعيه الدقيق كل دقيق وهو. صافي هنا البنات كي هذه بالنسبه للزلافه الخامسه زدت فيها غير شويه، يعني ما درتهاش كلها، يعني زدت نفس الكميه ديالها، يعني نص ديالها الكثير اللي خويت ليها. صافي نخليها البنات حتى تجمع العجينه ان شاء الله ونكمل معكم.
هانتوما البنات كي شفتوا معايا، هذه هي العجين ديالنا، كتكون رطبه ما تكونش مشققه لينا. من بعد البنات قردتها على يعني كنقول لها حرابل، لقيتها تقريبا كل كيبغي القياس ديال الطاوات، بدات كتحط في الطاوات. بيان سور الطاوات البنات اما كدير لهم الوراق ديال الزبده ولا كدهنهم بالزيت. انا فقط هنا دهناهم بالزيت، وغادي نبدا كنحطوا الحرابل وحده بوحده. وبيان سور البنات نخليو لي سباز بين وحده وحده باش ملي يختمروا في الفران ما يتلاصقوش لينا. يعني كي شفتوا معايا الفقاس البنات بسيط، وكذلك حتى المقادير ديالو راه ماشي كثيره، تقدروا تستعملوه في الاعياد. واخا ديروا واحد شويه ديال الفقاس والنوع ديال الحلويات، كلشي كيبغي الحلويات، واخا في متناول الجميع ان شاء الله غادي ديروا. صافي هنايا غادي نبدا نخليها حتى تعمر الطاوه كاملها. وهنايا البنات من بعد ما حطيتهم كلهم في الطاوه، درنا واحد البيضه معاها واحد المعلقه ديال نيسكافي وخلطهم مزيان، يعني حتى نسجمونا بجوجهم. تقدروا هنا تزيدوا واحد المعلقه ديال الخل كذلك حتى هي. ونبدا كندهنوا الفقاس ديالنا على هذا الشكل هذا كي شفتوا معايا، يعني بشويه، وكذلك حتى الجوانب ديالو باش البيض ديالي يكون في الفقاس كله ويعطينا واحد اللون اللي كيكون ذهبي غزال. من الفقاس راه اكثر الناس كيعرفوا وجدته، فقط كان المبتدئات والناس فقط البنات. انا بغيت يعني ندير معكم هذا الفيديو هذا. ومن بعد هنا البنات غادي نجيبو فرشات، نبقى كنزوقوا الفقاس ديالنا على الشكل كيف ما بغيتو. وهنا البنات نكونوا شاعلين الفران اللي غنكون ناقص يعني قياس ديال البوطه باش يكون الفران شويه سخون، وندخلوا الفقاس ديالنا حتى يعني يخلينا من الفوق، وكننزلوه كيتحمر لنا شويه من التحت، وكنخرجوه باش نوريكم ان شاء الله الشكل ديالو من بعد ما نخرجوا من الفران. وهنا البنات من بعد ما خرجتوه هو راه كنقرطوه باقي سخون، داكشي عشان انا باش نقطع لكم حتى مقطع من الفيديو. يعني الطاوه الاولانيه راه طابت وخرجناها ودخلنا الطاوه الثانيه. كي هانتوما كيشفتوا معايا راه ما كيتهرس ما والو، فقط كميه قليله اللي تهرست، ولكن صراحه ما تهرس منه حتى شي حاجه. يعني واخا ما تقبناش لا بكيغدون ولا حتى شي حاجه، ولكن صراحه ما تهرس منه والو. يعني فقط بمقادير بسيطه تقدروا توجدوه ان شاء الله. صافي هنايا البنات غادي نخليها حتى تقسم، يعني تكرد الفقاس سخون على هذا الشكل باقي سخون البنات، يعني كيبقى كل واحد كيبغي. هانتوما كيشفتوا معايا كاين البنات اللي كيخلي حتى كيبرد. انا فقط الفيديو اللي كان سابق درت فيه الفقاس خليته حتى برد، يعني كيبقى كل واحد كيف تيلقى راحته في الفقاس، هي ما كتخليش تيبرد، يعني كتقردو ديك الساعات كيشفتوا معايا. انا راه كتقطع بسهوله، وكذلك حتى السكين خاصو البنات يكون معاونكم، تشوفوا شي سكين يكون قاصح. هنا البنات غاني كيشفتوا معايا استفتو في الطاوه ان شاء الله غنطيبوه في الفران ديال الزنقه، ما غاديش نطيبوه في الدار صراحه. ديال الزنقه كيجي غزال بزاف، وحتى الشكل ديالو في المذاق كتعرفوا البنات الفران ديال العواد كيكون زوين. ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي من بعد ما يجي من الفران.
وهذا هو الشكل النهائي البنات من بعد ما جا من الفران وخلينا حتى برد شويه. عاد وريته لكم وصراحه كيجي غزال، كتعرفوا البنات الاحياء الشعبيه وكذلك حتى الرجل القدام. يعني باقي الحمد لله الفران، يعني كان تقريبا الناس راه قليل اللي باقي عنده بهذا الفران ديال الزنقه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم لينا اعجابكم، ولكن ان شاء الله دابا غادي نعاود ندير لكم فيديو ثاني حيت مبغيتوش يجيكم الفيديو طويل بزاف. يعني قسمت الفيديوهات، يعني كل شكل درته في فيديو. وكنتمنى اللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش ديري اشتراك باش تدعمني اكثر، وكذلك تشجعوني اكثر. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف على التتبع ديالكم، وكذلك حتى لي جيم ديالكم، وكذلك حتى لي كومونتير. وكنقول لكم ان شاء الله دابا غنعاود ندير لكم فيديو واحد اخر على الشكل ديال الحلوى الاخرى اللي درنا. وشكرا بزاف، وما تنساوش موفين معايا، وما تنساونيش بيان سور بتشجيعاتكم، وتهلاو في راسكم.